السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ إيه الاخبار؟ معاكم سام سموي. حلقه النهارده 2 1 2 اولمبيا 2022. اتنينات كتير انا بحب رقم اتنين وبيس ولوحة عربيتي اتنينات. جامد رقم اتنين. تو 1 2 اولمبيا السنه دي هيشارك فيها ناس كتير. ممكن اقول لكم الليسته سريعا: ديريك، شون كلاريدا، كمال الجرجاني، احمد العظيم اللي هو مبابي، احمد اشكناني، انجل كالديرون فرايز من اسبانيا، فيليب موريس من البرازيل، اولي كراي من اوكرانيا، دوغلاس كونور يو اس اي، ديفيد هنري. يا ديفيد هنري لاعب تاني حلو والله. انور البلوشي من عمان، يونغ لوم بينج تشاينا، برايان بالزانو، روبرت تايلر، لوكاس سيلفا برازيل، نويل ادم يو اس اي، حسين كالاتي كندا، اوسوالدو جونزاليز يو اس اي، احمد فوزي من العراق، جعفر النهاد عزيزي من ايران، ايات باغري من ايران، دين وايت يو كي، ديكتريك لويس يو اس اي، كيون بيرسون يو اس اي. هو مش الواد ده كان بيلعب كلاسيك وراح 2 2؟ كيون ده صح؟ كيريث باجو يو اس اي، ناصر محمد من الكويت، رومين رمسامي كندا، مازن الرهبي عمان، بيتر مولنار هنغاري، احمد جمعه بحرين، ادوارد كوريا برازيل، زولاف جيلوف بلغاريا، سونغ يونغ شانغ ساوث كوريا. وادي كده كانت لستة 2 1 2. طيب تعالوا نشوف من رأيي ورأي الجمهور والناس مين هيخش توب 10 وتوب 6 في 2 1 2. ديريك مش هيلعب تاني، راح تقيل. حلو. شون كلاريدا اتأهل للاثنين، هيلعب 2 1 2. فيبقى كده عندنا شون كلاريدا من التوب 6 الخطر. كمال الجرجاني أسطورة ليبية قوية جدا، تتحدى كل الظروف وكل الصعاب وكل الأعمار وكل الشباب، حاجة مهولة جدا. محمد عبد العظيم اللي هو امبابي قوي جدا وعنده مجال انه يزيد في السنين القادمة. احمد اشكناني قوي جدا وخطر، ممكن يخش توب 6 وتوب 10 كمان. ديفيد هنري عاد اليكم من جديد. يوم من الايام كان مستر اولمبيا، قبل تقريبا ما كانت تبقى 2 2 كانت 2 او 2 تقريبا، مش فاكر يعني. 2 2 كان وزنه اقل من كده زمان. كان ديفيد هنري قوي جدا، كبر شويه في السن، رجله صغرت شويه، بس هو جامد جدا من فوق وناشف. المهم هو رجع. في حد بما انه ده رجع برضه نجيب سيره اسمه ايه، ادواردو كوريا. ادواردو كوريا قوي جدا برضه، ريح فتره طويله وعاد اليكم من جديد. برضه متوقع انه يبقى جامد جدا. عندنا مازن من عمان، اللي كسب دبي برو، بطل متألق، لسه صاعد وصاعد بسرعة جدا وقوي جدا، وانا متفائل ومتحمس ومبسوط قوي. شايف انه ممكن يعمل توب 10 وتوب 6 كمان. مين تاني من الاسامي دي؟ ناصر محمد من الكويت قوي، عامل مستوى حلو السنة دي. حامد جمعة من بحرين برضه عامل مستوى حلو السنة دي. في احمد فوزي من ايران قوي، جعفر من ايران قوي، ايات من ايران قوي. ايران منزله كذا حد في 2 1 2 قوي السنه دي. اعتقد كيون ده كان بيلعب كلاسيك وراح ل 2 1 2 برضه قوي. وده راي الحكام، خلي بالك لما حكام توجهك برضه حته، غالبا بيبقوا شايفينك هتعمل فيها حاجه. فلو قالوا لك مثلا فاكس كلاسيك خش على 2 1 2، زي مثلا بريون بيتعب قوي عشان يجيب ميزانه، ومش بيبقى احلى حاجه عشان بيجيب ميزانه. فساعات لو انت مش تبقى حلو قوي عشان تجيب ميزانك، يبقى على ايه وبناقص ما العب حاجه تانية. فعشان كده انا شايف انه على فكره بريون كبير في السن مش صغير. وانا سمعت خبر قوي جدا انه هيبقى في ماسترز اولمبيا في كل الديفيجنز، يعني هيبقى في ماسترز في المفتوح، ماسترز 2 1 2، ماسترز. فطبعا لو في ماسترز في 2 1 2 طبعا كمال الجرجاني ممكن يكسر الدنيا، بريون لو دخل يكسر الدنيا. في الاولمبيا المفتوح لو بقى في ماسترز، موضوع مخيف برضه. تفتكروا في الهيت يرجع، ديكستر جاكسون يرجع، الناس دي ترجع ولا لا؟ سؤال يطرح نفسه برضه. قولوا لي ايه رايكم. كيون ايه رايكم فيه لما ساب الكلاسيك وراح 2 1 2؟ تفتكروا هيعمل حاجه
انا شايف انه بقى كبر، يعني هو كان عامل ليميت لنفسه، فلما كبر ولسه محافظ على الفاكيوم بقى شكله يخوف. 2-1-2 توقعاتكم اكتبوا لي في الكومنتس، لو سقطنا حد ما اتكلمناش عليه اكتبوا في الكومنتس. هيكون ماتش السنه دي قوي جدا ومخيف جدا، اكتبوا في الكومنتس عشان بس تشاركوني واعرف انتوا تفكروا في ايه، واعرف ادردش معاكم في الحلقات القادمه. ان شاء الله هبقى متواجد بنفسي السنه دي في اولمبيا، فهحاول اصور لكم حاجات بيهايند ذا سين، وهحاول بقى اشوف على الحقيقه. يعني في كانت دي حاجات كتير بنشوف صور بنقول ازاي ده احلى من ده اوحش من ده، وبعدين لما بكلم ناس تانية بيقولوا لي يا مان على الحقيقه غير والله على الحقيقه غير، فاهم؟ فيعني شون كلاري ده مثلا، بس مثلا كنت بتكلم مع ضره بيقول لي مان على الحقيقه مخيف، انا ما شفتش حد شدني كده على الحقيقه اكتر، فاهم؟ فبرضه واضح انه على الحقيقه الدنيا غير الصور. فان شاء الله السنه دي هحاول اشوف حاجات على الحقيقه، واحاول اصور لكم حاجات بيهايند ذا سينز كده، اوريكم الناس دي على الحقيقه كده عامله ازاي. طيب سؤال بتساله كتير وعايزين ندردش فيه، حاجه بسيطه كده، ازاي ده اجمد من ده وده اقوى من ده، مع ان ده كسبان ماتش 2-1-2 محترفين وده كسبان ماتش 2-1-2 محترف؟ اصل انت بتكلم اولمبيا دي انت لازم تتاهل لها. تتاهل لها ازاي؟ تكسب ماتش محترفين. ماتش محترفين بتلعب مع مين؟ مع ناس محترفه. في كام محترف في العالم؟ الفتره اللي فاتت كتروا، بقوا كتير. زمان كانوا قليلين جدا، كنت بتبقى عارفهم بالاسامي، ويعني المتاهلين يتعدوا على الصوابع ومعروفين. ايه اللي اختلف في الفتره اللي فاتت؟ بقى في كروت احتراف اكتر، الموضوع بقى اسهل شويه انك تحترف. طيب في واحد مثلا لعب ماتش في دوله اوروبيه فيزتها صعبه، او دوله امريكيه، فمعظم الناس اللي شاركوا فيها من امريكا، فمثلا العرب ما عرفوش يروحوا يشاركوا فيها. فانا دلوقتي لو لعبت ماتش 2-1-2 في امريكا او في كندا او في اسبانيا او في دبي وفي مصر او في الكويت، تفتكر انه فيها منافسه اعلى؟ ده سؤال مهم قوي. بمعنى ممكن واحد يلعب ماتش في امريكا او في اسبانيا او في دبي، غالبا ماتش دبي هيبقى اقوى واصعب ب100 مره. ليه؟ عشان ناس كتير تقدر تروح دبي، اسهل في دخولها من ناحيه مثلا فيز وكده. العرب معظمهم هيروحوها بطريقه اسهل من ان هم يروحوا امريكا، او اصل انت اصلا عشان تطلع فيزة امريكا في معظم الدول العربيه دلوقتي بعد كورونا حصل ايه؟ ديلي. فانت ممكن يعني انا مثلا دخلت قدمت على فيزا امريكا من مصر، خدت موعد، الموعد كان بعد 1.5 سنة، بعدين قدمت من دبي الموعد كان بعد 9 شهور، بعدين كده بالحب يعني وشويه معارف بقت المقابله بعد 6 شهور. الخلاصه انه في ناس كتير مش هتعرف تروح اصلا، فالماتش بيبقى اضعف شويه. فعشان كده في اولمبيا بتلاقي في فرق شاسع، التوب 6 عن اللي بعد التوب 10 فرق شاسع، فتقول هو ده ازاي تاهل لاولمبيا اصلا؟ فده معناه ايه؟ في مطوشة أقوى بكتير من مطوشة، وفي واحد ممكن يكسب ماتش محترفين في دول معينة يبقى ماتش سهل، فهو كسبان متأهل بس يجي مثلا جنب واحد كسبان ماتش صعب، في فرق شاسع جدا. أقول لك حاجة، السادس في الماتش الصعب، السادس ممكن يكسب الأول في ماتش سهل. فخلوا دي دايما في الحسبان على كل حاجة بقى، كلاسيك، فيزيك، بودي بيلدينج مفتوح، الماتش نفسه كان قوي ولا ضعيف. في مطوشة كتير حول العالم ضعيفة، وفي مطوشة كتير حول العالم قوية جدا. فعشان كده هتلاقوا انه في متأهلين كتير قوي السنة دي، وهتلاقوا فرق شاسع في المستويات. سام سموي اتمنى تكونوا فهمتوا الحتة دي، لان الحتة دي حساسة واتغيرت اخر سنتين، دي حاجة جديدة بعد كورونا بالذات. اول ما فتحوا المطوشة الدنيا شد بقى، كله عايز يلعب وكله، فلقيته متأهلين كتير ولكن في فرق في المستويات. سام سموي 2-1-2 we're out.